ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي سعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة راس السنة. ودلوقتي وقت ان احنا نعمل بيتي فور ونعمل غريبة ونعمل بسكوتات. وانا بدأت بالبيتي فور بالغريبة، لان الغريبة يعني بسيطة جدا وما فيهاش تعقيدات وما فيهاش اي شرح، بل بالعكس بتطلع جميلة جدا وسهلة وبسيطة. ونقدر بنص كيلو دقيق نعمل كمية حلوة خالص وطالعة هشة ولذيذة. بس يا ريت تتبعوا الخطوات كلها، ويلا بينا نبدأ الطريقة. هنا معايا 4 دقيق، 2 كوبايتين سمنة، كوباية سكر، يعني الضعف. يعني كوباية سكر، كوبايتين سمنة، 4 دقيق. سهلة خالص وبسيطة وطريقتها ما فيهاش أي تعقيدات، بس نتبع الطريقة الصحيحة. بالنسبة للمبتدئين هتبقى ناجحة من أول مرة، ولكن لازم تتبع الخطوات وتتفرجي على الفيديو للآخر. هنا بقى أنا هنزل السمنة الأول، لأن لازم نضرب السمنة والسكر الأول، وننزل السمنة كلها، لأن ده بال يعني ده مقادير. لو سيبتي حتة سمنة في الكوباية فكده انت بتخلي بالمقدار، فلازم تنزلي السمنة كلها من الكوباية عشان خاطر المقادير تكون مظبوطة. طبعا الكوباية مش لازم تمليها على الآخر، زي ما انتوا شايفين كده كأنك صبة شاي، يعني لغاية آخر الودن. نفس الكلام في السكر، نفس الكلام في الدقيق. بلاش تكبسي الكوبايات بالذات في الدقيق. خلاص، يبقى احنا كده ايه، ننزل السمنة وننزل عليها السكر. بالنسبة للي ما عندهاش مضرب، انها تحط مضرب بيض او مضرب كهربائي، ممكن بايديها، ممكن بايدك، ببطن ايدك كده، وتدعكي كويس. هنا انا حطيت دعكت السكر في السمنة شوية عشان لما اشغل المضرب ما تطرش السكر عليا. كده انا هضرب على سرعة ضعيفة، وبعد كده ازود السرعة لما السمنة تتضرب شوية. اهو كده انا زودت السرعة، بشتغل براحتي. بصي، كل ما هتضربي كل ما هيفتح معاكي. اهم حاجة ان انا عايزة الخليط يبقى زي ما يكون كريم شانتي، يعني ما يبانش السمنة من السكر. وحاجة واحدة، ومع كل شوية ضرب تنزلي بالسباتولا الاجناب. ليه بقى؟ عشان خاطر انك انتي تتأكدي ان كله اتضرب، ما يبقاش فيه تكتلات من السكر. يعني انا كل شوية انزل بالمعلقة الحروف وارجع اضرب تاني عشان اتأكد ان كله امتزج، وان مفيش تكتلات سكر تبان بعد كده، ويديكي غريباية ناعمة. يعني الغريباية تبقى معاكي ناعمة وحلوة، وتبقى فلافي كده، تلاقيها خفيفة هشة، ما تبقاش مكبوسة من جوه. يعني بتضربي حوالي 15 دقيقة لغاية ما تلاقي القوام معاكي بقى أبيض. بس هنا أنا هنزل بأول كوباية دقيق، وكل كوباية بنزلها بنخلها، برغم ان انا نخلاه قبل كده، ولكن ده ما يمنعش ان انا بنخله تاني وهو نازل على بقية المكونات.
ببقى حاطة فيها رشة ملح بسيطة، يعني ما بين صوابعك كده، يعني نطرة ملح بسيطة. حطيت اول كوبايتين وهبدأ ان انا اقلب. ما تنزليش بالدقيق مرة واحدة الا لما تحسي ان المكون معاكي ناقص دقيق. كده انا لما لقيت الدقيق اللي نزلت بيه الاول اختفى، بدأت ان انا انزل بالكوبايتين التانيين. انا عارفة المقدار بتاعي. انتي ما تنزليش اخر نص كوباية، سيبيها، تنزليش بيها مرة واحدة. استني واحدة واحدة كده لغاية ما تلاقي فعلا، لان الدقيق كله مش زي بعضه. في دقيق بيمتص السوائل، وفي دقيق لا ما بيمتصش. فانا عشان خاطر ما بوصل المقادير، اخر نص كوباية دقيق انزل بيها واحدة واحدة، انزل بيها معلقة معلقة كده. انا مش بعجن، انا بلم السكر والسمنة بالدقيق، بلمهم. لو تاخدي بالك بصي، انا وصوابعي مفتوحة، مش انا بس بلمهم. بصي حتى تلاحظي ان انا بتعامل مع العجينة بالراحة خالص، مش بتعامل معاها كأنها، بصي ايدي دي ملزقة، ايدي التانية بصي مش ملزقة. كده معناها ان العجينة بتاعتي لمت. انا هسيبها تستريح شوية، وبعد كده بقى أبدأ اشتغل. كده هنا انا بوزن الغريباية، يعني بالمقياس. يعني لو ما عندكيش ميزان بعينيكي، انا عايزاها صغيرة خالص، يعني عايزاها 15 جرام، ما تزيدش عن كده ابدا. ليه؟ لانها هتفرش سنة في الفرن، لانها فيها سمنة، فهتفرش سنة. طب ما انا لو عملتها كبيرة وفرشت كده يبقى يبقى الدنيا مش حلوة. هنا بعد ما كورتهم كلهم، هبدأ بقى حطي المكسرات اللي تعجبك. حطي اللي هو الفصوص اللي هي اللي قبل الاكل دي، اللي هي الفضي الذهبي. انا حطيت بندقية فوق كل واحدة، بندقية كاملة مش نص. انت بقى عايزة تحطي سوداني، عايزة تحطي فستق، عايزة براحتك. انا كان عندي بندق فمرضتش انزل واشتري فستق، او ان انا احط اي حاجة تانية. ده براحتك، ممكن تسيبيها كده من غير حاجة خالص. يعني بدل ما تبططيها بالبندقية كده زي ما انا بعمل، حطي صبعك كده نزليها سنة وخلاص. دي حاجة ترجعلك. موضوع المكسرات ده موضوع ده ليكي. لو هتشتغلي لا اعملي الفصوص اللي هي لو هتاخديه كشغل، لكن او اوردرات. لكن لو انتي عاملاه لبيتك، لا يعني زودي القيمة الغذائية. المكسرات حلوة للأطفال. وادي يا حبايبي الغريبة الناعمة الجميلة مستوية سوا مظبوط، سوا مظبوط خالص. بس لو لو المطبخ عندك حر، ياريت تحطي الصاج 5 دقايق في التلاجة قبل ما تحطيه وتسويه. تطلعيه من التلاجة على الفرن على طول. ويا رب يحسن ما بين ايديكم. وياريت الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنة وانتم طيبين، وجعلها سنة سعيدة عليكم، سنة جديدة جميلة مليانة بالتفاؤل والخير والبركة. ربنا يحسن ما بين ايديكم. وياريت ما تنسونيش في تعليقاتكم الجميلة. ومع ألف سلامة يا حبايبي.